بعد قرعة دوري الأبطال دلوقتي، إيه رأيك في التوقعات والمباريات؟ أول ماتش برشلونة نيوكاسل. برشلونة نيوكاسل طبعا. برشلونة هي الأقرب وهي 90% هتوصل للدور الجاي. برشلونة هي الأقوى يعني بكل حاجة. غالبا مش هيحصل مفاجآت في الماتش ده، يعني برشلونة مستوى ثابت شوية عن نيوكاسل. لا نيوكاسل أصلا مستواه الموسم ده أقل بكتير أقل بكتير يعني من الموسم اللي فات، وبرشلونة رغم إن هو برضه مش في مستواه، مش نفس قوة السنة اللي فاتت، بس هي الأقرب بالفوز على نيوكاسل يعني. أتلتيكو مدريد وتوتنهام. اتلتيكو مدريد وتوتنهام الأقرب برضه طبعا. اتلتيكو مدريد يعني معاك فرقة برضه. قوية جدا. فرقة فايقة هجوميا ولسه كاسبه وكسبة برشلونه. برشلونة أنت بسكور تاريخي وتوتنهام انت بتنافس على الهبوط في الدوري الانجليزي، وجايبين مدرب جديد بتاع اليوفنتوس، لسه خسران الماتش اللي فات كمان من شمال لندن، ديربي شمال لندن، من الارسنال 4-1. يعني فريق ملهوش ولا حول ولا قوه يعني. سبورتنج والفريق النرويجي. أعتقد مفيش مفاجآت طبعا برضه. يعني هيكون الفرقه دي عامله الصراحه، ان الفرقه النرويجيه دي عامله موسم تاريخي يعني. كسبت السيتي، كسبت اتلتيكو مدريد، طلعت الانتر. ما تقدرش ما لهاش كتالوج فرقه كسبه السيتي وكسبه اتلتيكو مدريد ومطلعه انا الانتر. شايف انها ممكن الله تعمل اعلم. مفاجأة شبه مفاجأة اياكس قبل كده، لما برضه كملت في الموسم بس وكسبت الريال يعني مدريد دي من فرقه من وطلعت. النرويج يعني، مش على الخريطه يعتبر، بس اللي بتعمله دي اعتقد هي حاجه ممكن تكسب تاريخيه. ممكن تكسب سبورت. ممكن والله مش بعيده يعني. ارسنال باير ليفركوزن. الارسنال طبعا يعني فريق قوي جدا. باير ليفركوزن مش زي اصلا السنين اللي فاتت اللي هي بتاعت تشافي. كمان الارسنال قوي بينافس على بطولة الدوري. يعني مفيش اصلا، يعني اقول لك ايه، مفيش يعني في فرق كبير بين الارسنال اصلا وبايرن ليفركوزن. يعني انت شايف من المجموعة دي مين اللي هيوصل الاتنين اللي يبقوا في نص النهائي؟ كل كده تالت يعني. لو احنا قلنا ان برشلونة هيكسب نيوكاسل، لو اه برشلونة واتلتيكو مدريد. برشلونة اتلتيكو مدريد. ماتش ملوش كتالوج. اقول لك ايه، يعني فرقه لسه اصلا كاسبه برشلونه اربعه، وبرشلونه كانت قادره تكسبها اربعه. يعني مستوى برشلونه ما يقولكش مين اللي يكسب. بس بالتاريخ برشلونة كعبها برشلونه عالي طبعا على بره اتلتيكو مدريد يعني. يعني. يعني ممكن ريال مدريد بيتفوق احيانا على الريال في ماتشات، بتلاقي ان هو يتفوق بس قدام ما تعرفش قدام برشلونة كده دايما. برشلونة سابق خصوصا مع سيميوني. برشلونة لا، سابقة شوية على اتلتيكو، فأتوقع ان برشلونة توصل نص نهائي مرتاح. ممكن توصل، انا ما بقولكش لا، بس برضو انت بتيجي تتكلم على كعب عالي. برضو اتلتيكو مدريد ده قعدت موسمين وفي وجود نيمار وفرق قوية مطلعاهم من دور ال 16 مرتين، ومن دور الثمانية، وكم فريق قوي جدا سيميوني. فالماتشات دي ملهاش كتالوج، والأقرب طبعا برشلونة. والجنب التاني لو قلنا الفريق النرويجي وارسنال، طبعا ارسنال لسه الأرسنال اعتقد بيرمو. يعني انا وجهة نظري السيمي فاينال هيبقى واصل ما بين برشلونة وارسنال في في الناحية في دي الناحية دي. الناحية التانية بقى عندك باريس وتشيلسي، طبعا ماتش ماتش تكسير عظام بس. باريس الموسم اللي فات كان لغاية نفس الفترة ديت ما كانش يعتبر في أي بطولة مصنف اللي هو ياخدها. بعد كده تحول كبير. من أول بقى ليفربول، كسبوا ليفربول وطلعوا ليفربول على أرضه، وبقى والمسيرة اللي هم خدوها لغاية ما خدوا أبطال أوروبا. فهم برضك يعني هم الأقرب خصوصا للفوز. ان تشيلسي مستواها برضو متذبذب متذبذب قوي الموسم ده، اه طبعا. فارسنال فباريس بصراحة شايفها هي هتعدي. ايوه جالاتا طبعا. سراي وليفربول. جالاتا سراي وليفربول، طبعا ليفربول. رغم المفروض ان جالاتا ليفربول. سراي لسه مطلعه اليوفنتوس، وان هي برضه جالاتا سراي عامله موسم تاريخي، وعندها الواد النيجيري المهاجم مكسر الدنيا، بس بس بصراحة الاقرب. ليفربول الموسم ده انت تتوقع منها الأسوأ مش الأحسن. على فكره يعني هم أي لعبوا بعض مفاجآت باين، كانوا مع تتوقع بعض منها. باين في المجموعات. اه. يعني ممكن، وكان الكسبة اصلا ليفربول، وكان ماتشات صعبة، فممكن يعملوا نتيجة يعني بس مش بعيد. على الورق والخبرة ليفربول. ليفربول طبعا. إيه طبعا، المباراة المعتادة اللي اتكررت كتير في انت دوري تعرف ان الأبطال. هم لعبوا بعض في اخر 7 نسخ 6 مرات، يعني ريال حاجه مدريد ومانشستر سيتي، ده لو كرات باردة مش هتبقى كده، وكرات اه سخنة مش ده- معقول. يعني دي بقى من الماتشات اللي هتكون صعبه. ريال مدريد هو اللي حط نفسه في الموقف ده، هو والسيتي، ان هم طالعين كانوا في الاواخر يعتبر في المجموعه، في المجموعات. فماتش طبعا تكسير عظام. الاقرب وجهه نظري السيتي.
بس ريال مدريد انا ملوش امان. برشح ريال مدريد بصراحه، لان هو ملوش امان. السيتي مستواه الموسم ده مش مبشر خالص، والله مفيش انا استقرار اتمنى، دفاعيا بالذات. انا اتمنى ريال مدريد، وريال مدريد كان اوحش من كده والسيتي اقوى من كده، والريال مدريد قدر يعمل عليهم والريال ريمونتادات ويرجع في المباريات، في مباريات ميته. بس على ارض الواقع انا شايف ان السيتي اجهز، وان الحاله وعندهم مدرب يعني اكتر، كمان استقرار اكتر، استقرار وضع اكتر. السيتي يعتبر اه مستقر فبس. اكتر بكتير، خصوصا مع ان تشافي مشى من نص اه الموسم وما كملش واربيلوا دي مش قد ده. كده، وان لغايه الوقت الكلمه الاولى والاخيره للاعيبه في ريال مدريد، وان مفيش اللي يسيطر على اللعيبه ديت. رغم كده ان الريال مدريد بوجود انا شايف ان امبابي ووجود الريال مشكلته هتتحل بمدرب نجم، زي ما فترة زيدان لما قدر يسيطر على التشكيلة الكبيرة والنجوم الكبيرة عشان نجوميته، اه فكانت اللعيبة بتحترمه. عمرنا ما شفنا رونالدو بدل مع حد وطالع عادي غير مع زيدان. الفترة دي برضو النجوم والاسماء كبرت قوي في ريال مدريد، فمحتاجين مدرب نجم كبير اللعيبة تقدره ده وتقدر حقيقة. تحترمه، ده لان حقيقة. دلوقتي بقى في مشكلة غرفة الملابس والمدرب، وكان اسباب اصلا من تشافي يمشي هي المشاكل اللي جوه غرفة ايوه الملابس. هو طلع ف تصريح تاريخي ساعه ما مشي، قال لك انا كنتش جاي، ما كنتش اعرف ان انا هدرب اطفال. فحل مشكلة ريال مدريد واستقراره مدرب نجم اللعيبة تقدره وتحترمه. دي وجهة نظري في مشكلة ريال طبعا مدريد. طبعا. هي مش مشكلة لعيبة، هو عنده العناصر، هو احسن من برشلونة بكتير في الاسماء الى حد ما، بس هو يعني الى محتاج حد ما مدرب هو ومحتاج محتاج حد. مدرب نجم اللعيبة اه تحترمه زي حصل زيدان. حصل. بايرن اتلانتا طبعا طبعا بايرن. رغم ان اتلانتا عملت وهاري ريمونتادا كين لسه. اندر ريتد، لعيب مهاجم سفاح لا يقل اهميه ومش واخد حقه بصراحه. وانا شايفه من الاسترايكر ده كان لازم، ده لعيب شامل، لعيب مش استرايكر. يعني انا لو بقارنه بهالاند، هالاند مثلا استرايكر كلاسيكي هو ياخد، انما ده لعيب ممكن تلاقي هاري كين في نص الملعب، لا لا، تلاقيه هو ده نص نفس، الملعب هو بيستلم كوره. منظومه هجوميه متكامله هاري زيه زي كين بنزيما عالمي، بالظبط. هو لا بينزل لعيب. الملعب يباصي، يخش لجوه، يخش العمق، فترته مع بيعرف توتنهام يرقص. وسون والثنائيه اه بتاعته في موسم كان بيجيب له، يعمل له اسيستات من نص الملعب. في مواسم كان بينزل ايوه تلاقي ايوه هاري كين حصل نازل حصل. يستلم، فصعب انك تلاقي سترايكر في الفتره دي بيعمل كده اصلا. بس ما تستبعدش اتلانتا، وبالذات انه لسه عامل رومنتادا على انا بصراحه على بروسيا. شايف بايرن بس هو مستقر البايرن برضه، طبعا. فرقه تقيله لا لا لا، وفرقه اسامي، فشايف البايرن ان الاقرب بايرن. طبعا. طيب لو قلنا بقى باريس وليفربول، طبعا باريس باريس برضه. وليفربول. باريس وليفربول. باريس طبعا. باريس برضه اه استقرار ده دي احنا خصوصا. لو بنتكلم ان هو كسب تشيلسي يعني هنقول باريس وعمل. يعني هو باريس هيكسب بصراحه. اه باريس تشيلسي هيكسب اه اه وهنقول على الليفر عدى اتلانتا، يبقى باريس والليفر، وشاف باريس مستقر اكتر حصل. برضو، اه وبقى عنده خبره، خصوصا ان نفس اللعيبه ونفس العناصر ونفس المدرب. ده حقيقة. وعندهم فيتينيا ده اصلا لعيب خط نص عالمي. جامدين جدا فيتينيا ده عندهم لعيبه واسامي وباركولا. وكل ما يعني باريس اثبت ان هو كل ما بيبتدي يطلع في الادوار ويتقدم، كل ما بيتوحش اكتر وبيستقر اكتر ايوه ويقدر يثبت طبعا. نفسه. النهائي ضد انتر عمرنا ما توقعنا النتيجة 5. لا انا كنت بتلعب انتر متوقعها في خمسة. النهائي مش لا لا بالاسلوب ده، متوقعها انا والله. ولا ان الانتر بعد يعني الانتر كان بالاداء عبارة عن الرقيق ده. مدرب وهم اصلا كان قبلها كمان يعني استنزفوا بدنيا استنزفوا في ماتش وماتش برشلونة، بتلعب برشلونة. برشلونة وكان وعدي 90 مضغوطين كمان دقيقة في الدوري واكسترا وفضلوا تايم. لغايه اخر الثواني ان هم بينافسوا على الدوري. فكره ان باريس بياخد الدوري وان الدنيا سهله شويه في الدوري يعني بصراحة ده كمان الفرنسي أسوأ ده جدا. نهائي، يعني نهائي ما فيهوش منافسة لا لا انت. لا كنت انا متوقعها الصراحه. فأتوقع باريس سيمي فاينال اه السيزون ده. لا خلينا بقى في هناك بقى، إن هناك المعجنه الحقيقيه بقى اللي هيعدي من سيتي وريال مدريد مع البايرن. اه يا خراب على نص نهائي، يا خراب نص على نهائي الطريق. من هيكون عيار يعني دي بقى ضرب اسمه نار. ضرب نار ضد ضرب النار الحقيقي، ضرب نار. لو في ظروف تانية كنت اقول السيتي، لو في ظروف السيتي تانية كنت ولو ارشح انت السيتي. شايفها من وجهة نظر، ما انت برضه في ظروف تانية لو ريال مدريد بقوته يعني ما يعني انا بيفوتش حاسس حاجة. ان بايرن اكتر واحد مستقر لو بقارن الايام ديت على الوضع الحالي. البايرن على الوضع الحالي هو يعني الاقوى وكل استقرار. حاجة استقرار. بس برضه ما تستبعدش السيتي وريال مدريد ما يعني يخشش انا نهائي. حاسس ان البايرن ممكن يعدي سيمي فاينال، ويبقى سيمي فاينال ما بين باريس والبايرن. الصراحة هتكون معجنة كروية، معجنة ممكن باريس كروية. يوصل تاني.